بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وعلى محمد. اليوم نحل مشكلة اللي هي مشكلة البوت النظام في ويندوز بسبب يعني أثناء مثلا تنصيب لينكس أو حذف الملفات اللينكس أو حذف يعني نسخة لينكس من الجهاز إذا كانت بجانب الويندوز. فراح يصير عندك هاي المشكلة اللي هي ملفات نقص ملفات البوت، يعني البوت جروب مالت يعني شو اسمه اثناء ما تحذف اللينكس اللي هو راح يكون لينكس راح ينصب البوت مالته على الهارد. فراح يصير الاقلاع عن طريق اللينكس في البداية، ومن ثم تختار التوزيع اللي تقلع عنها. في حال مسحت اللينكس او فرمتت الى لينكس وصار عنده خطأ بالتنصيب، او مثلا تنصب لينكس وقبل كان منصب نظام لينكس اخر، مثلا يصير خطأ بملف البوت راح يوقف عندك التنصيب ما تقدر تعيده الا ترست، وبعد ما ترست راح تلقى هاي المشكلة. واذا تيجي تنصب اللينكس راح الملف الويندوز راح يبقى بس ما راح تقدر تنقل له. زين، حل المشكلة شنو هي؟ حل المشكلة عن طريق نسخة ويندوز، بس شنو بدون فرمتة، نجيب فقط نسخة الويندوز ومن ثم قرص او فلاش، وفضل تكون نسخة 7. يعني نطبق راح نطبق السفن الويندوز ماله شوية يختلف بالاعدادات، بس ايضا نفس النتيجة ونفس الشي راح نسوي. تمام. راح نطفي الجهاز. اوكي، نشعل الجهاز، نروح لقائمة البوت حسب نوع جهازك، إذا كان دوم أو كان اتش بي أو كان لينوفو كل من يختلف، يا أما 11 12 يا أما اف 9 حسب نظام الجهاز. تمام. نروح إلى نختار اللي نقنع عليه القرص، نقول لك اضغط على كي، اضغط على مفتاح من الكيبورد. تمام. هنا راح يقلع إلى الويندوز إلى شو اسمه قرص الفورمات. تمام. هنا راح نختار اللغة أي لغة نختار، فقط احنا راح نسوي شو اسمه الطريقة بس بدون فورمات. نختار نكست هنا ما نضغط انستال. هنا ريبل يور كمبيوتر، يور كمبيوتر. هاي خاصة لإصلاح مشاكل النظام. تمام. ننتظر إلى أن يكمل. هنا ما علينا بهاي، نختار الثانية ومن ثم نكست. اوكي، كانسل، من ثم كانسل. هنا اكو طريقتين، اما الطريقة الأولى ستارت تابر، مجرد أن تضغط عليها، بعد ما تضغط عليها راح يقوم بشوية تحميل، ومن ثم يقول لك يطلب عندك إعادة تشغيل النظام. احنا هاي نجحت أو ما تنجح، فانتوا امشوا عليها. اذا نجحت نجحت، ما نجحت يعني نتبع الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الأوامر أو السي ام دي. تمام. هنا راح نضغط ننطي الأمر بوت ار اي سي. واضحة؟ اوكي. سلاش فيكس ان دي ار، انتر. تمام. كومبليت. تمام. هنا هسه نجحت عندنا، طبعا هاي رسالة النجاح. تمام. نجي الأمر الثاني. راح نضغط السهم الأعلى فقط، راح نعدل على آخر 3 أحرف، أو راح أعيد الأمر من جديد اللي هو بوت
ريس سلاش فيكس. هنا عشان نغير نكتب بوت فقط آخر هاي الكلمة بوت ثم انتر. ايضا نجحت العملية. راح نضغط نخرج من السي ام دي ومن ثم ريستار للنظام راح نسوي. ومن ثم رجع الويندوز انه يشتغل طبيعي اللي هو كان عندنا ويندوز 8.1 وانا استخدمت اورس 7. واذا تستخدم 8 و10 كلها نفس الشيء لانه هو مجرد انت راح تاخذ بوت التشغيل او بوت الاقلاع اللي هو مشترك وياه بالويندوز، يعني ماكو اختلاف من ويندوز لويندوز. تمام. وبعدها طبعا النظام راح يبقى مثل ما هو، نفس رمز الخانة ونفس البرامج، ماكو اي اختلاف، مجرد انه ملف البوت راح يجدده لان هذاك يعني مجرد هي ملف اقلاع ما يأثر على اي شيء بالنظام. تحياتنا لكم. اشتراك زائد لايك.